السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هنعمل الرقاق الناشف، هنعمله بطريقة بسيطة. وكل مقاديره كوبايتين وربع من المية وكيلو من الدقيق وربع معلقة من الملح. الدقيق لازم يكون منخول كويس. ده كيلو من الدقيق، بحط له بسم الله ربع معلقة من الملح وهقلبها كويس. النهارده بقى ان شاء الله انا هعجن في العجين. انا النهارده هعمل 5 كيلو من الدقيق، بس انا بوريكم مقدار كيلو. بسم الله. احط كوبايه ميه، هحط كوبايه تانية. الربع كوبايه مش بحطها دلوقتي، بحطها شويه شويه. العجينه بتاعتي بتكون متماسكه، ولا بتكون ناشفه قوي ولا بتكون طريه قوي. بس هو مقدار الميه اللي بقولك عليه مظبوط جدا. بسم الله. هشغل العجان مش اقل من 10 دقايق، يعني دقيقتين واريحها عشان خاطر العجان ما يبص. لو تعجني بايدك تعجني مش اقل من 10 دقايق. خلاص العجينه اهي بعد ما اتعجنت اهي ما شاء الله، ولا ناشفه قوي ولا طريه، ماسكه نفسها اهي. هاخد العجينه، هاخد مقدار 45 جرام الكوره او قد البيضه مرتين للناس اللي مش عندها ميزان. واخدها كده اقعرها بسم الله، وهجيب صينيه ارش عليها الدقيق واحط عليها الكور اللي احنا هنعملها دي، واسيبها ساعه او ساعه الا ربع عشان تاخد وضعها وتبقى العجينه مرتاحه. بسم الله. ما شاء الله خلصت ال5 كيلو وعجنتهم، ما فاضلش بس اللي اقسط دي، اعملها كور صغير. الكور انا خليتها على 60 جرام عشان تبقى حلوه معايا. استنى بوريها. بسم الله. شايفين ما شاء الله اهو. والصينيه التانية هناك اهي. مش عارفه احنا عندنا الاضاءه النهارده صعبه خالص اهو. هسيبهم ساعه الا ربع وبعد كده هبتدي نخبز. على الصينيه اللي ما عندوش فرن خبيز، انا النهارده هخبز على الفرن الخبيز. هنفرد على دقيق. اوريكم الغدا بقى واحنا بنخبز. وقفنا خبيز عشان اوريكم الغدا. قطعنا خيار، وحنا اللي حضرت الاكل النهارده. وسلقنا بيض وديت البطاطس والجبنه والجميل. طب انا سلقت، تعالوا اتغدوا معانا. خلاص خبزنا كميه من الرقاق، بس انا قلت اعمل معاكم واحده. طبعا الرقاق يرتاح كويس قوي. هاتي ملك النشاب، بحط الدقيق من فوق ومن تحت. دي كده قاعده بفرد انا وحنان وماما. بسم الله. سهل جدا. طبعا الدقيق ده بنفضه من عليها بعد كده. ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله ما بياخدش ثواني، احسن من اللي بنشتريه من بره. وبتعملي كميه حلوه. تيجي تفرديها كل ما تلاقيها لو لزقت منك تحط شويه من الدقيق. ترفعيها كده اول باول عشان هاتي يا ملك. لسه اهو. شايفين ما شاء الله الجمال. هاتي يا ملك. دي اللي حنون بتعمل، بنفرد انا وهي. بس بصراحه طريقته سهله. طبعا مش عندك بوتاجاز، اقلبي صينيه على مش عندك اللي هو الفرن الخبيز، اقلبي صينيه واول ما تسخن ابتدي بقى سوي عليها. ما بياخدش ثواني على البوتاجاز. هاتي يا ملك. هو الفل اول باول. بسم ما شاء الله ما بياخدش ثواني وبيكون جاهز معانا على طول. نفس الرقاق كده بعد ما خلصناه سيبناه لتاني يوم الصبح. شايفين ما شاء الله عامل زي البسكوت بالظبط. بنحطه بقى في السبت. طبعا احنا مهوينه على الملايه ومهوينه على الطبليه. تعالى اوريكم التاني اهو.
خلاص كله ما شاء الله نشف اهو، شايفين الجمال. ليه نشتريه بالغالي؟ هو ما شاء الله تقدري تعمليه في البيت بكل سهوله. وده الباقي برضو. يلا انزلوا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ما شاء الله. مع السلامه.